الدايت بالمطبخ التونسي، هل هالشي ممكن أصلاً؟ يعني هل نقدر نستمتع بالكسكسي وبنة المقلة التونسية وبنفس الوقت نوصل لأهدافنا الصحية؟ هذا هو بالضبط اللي بنتكلم عنه اليوم. فيها فكرة شائعة عند ناس كتير إن الرياضة والأكل الصحي في عالم والمطبخ التقليدي تبعنا في عالم تاني تماماً. بس الحقيقة هي إنهم ممكن يكونوا أفضل أصحاب. القوة والأكل، الرياضة والنكهة أكيد ممكن يجتمعوا. وهنا يجي السؤال اللي دايماً ينسأل: كيف ممكن نوفق بين حبنا للأكل التونسي الأصيل ورغبتنا في جسم صحي ورشيق؟ هل لازم نختار واحد منهم ونتخلى عن التاني؟ الجواب وبكل بساطة هو لا. طيب خلونا نشوف رحلتنا اليوم كيف بتكون. أول شي بنكتشف هل المطبخ التونسي صديق لإلنا أو عدو. بعدها بنعرف وين المشكلة الحقيقية بالضبط. بعدين بنمشي على 5 قواعد ذهبية سهلة للتغيير، ومنشوف أمثلة عملية لطبق تونسي صحي، وفي الأخير بننتبه لكم خطأ شائع عشان نتجنبهم. تمام، خلونا نبدأ بأول وأهم نقطة. هل فعلاً المطبخ التونسي بطبيعته هو عدو للصحة والرشاقة؟ الحقيقة ممكن تكون مفاجأة للبعض، هي العكس تماماً. أساس المطبخ التونسي صحي جداً، يعني هو يعتمد على مكونات طبيعية بالكامل: حبوب كاملة، بقوليات زي العدس والحمص، زيت الزيتون، خضروات طازجة، وأسماك. هذا هي نفسها أساسات أي نظام غذائي صحي بالعالم. طيب إذا كانت المكونات الأساسية ممتازة وصحية، وين المشكلة أجل؟ شوفوا، المشكلة ما هي في إيش ناكل، المشكلة الحقيقية في كيف ناكل، والسر كله يكمن في 3 عوامل رئيسية. خلونا نكتشفها. أول عامل وبكل بساطة هو الكمية. نفس الطبق الصحي ممكن يتحول لقنبلة سعرات حرارية إذا كانت الكميات كبيرة مرة. التحكم في حجم الصحن هو فعلاً نص المعركة. ثاني عامل مهم هو التوقيت. إن الواحد ياكل وجبة دسمة ومتكاملة في وقت متأخر بالليل، تأثيرها على الجسم يختلف تماماً عن لو أكلها كوجبة غدا تعطيه طاقة لباقي اليوم. فتوقيت الأكل يلعب دور كبير في الهضم والنشاط. والعامل الثالث، واللي يمكن يكون أهم واحد فيهم كلهم، هو طريقة التحضير. يعني القلي في زيت غزير ما هو أبداً زي الشوي في الفرن أو الطبخ على البخار. هذا التغيير البسيط في طريقة الطبخ ممكن يشيل مئات السعرات من نفس الوجبة. تمام، عرفنا المشكلة وين. الحين جاء وقت الحلول العملية، وهذه 5 قواعد ذهبية بسيطة جداً وممكن نبدأ نطبقها من اليوم. هيدي القواعد ال5 هي اللي بتصير خارطة الطريق تبعنا. نزيد البروتين عشان نشبع ونبني عضلات، نبدل الكربوهيدرات البسيطة بالمعقدة، نقلل الدهون وننتبه للزيت، نملي صحنا خضار وألياف، وآخر شي نتحكم في الملح والصلصات الجاهزة. وخلونا ناخد القاعدة الثانية كمثال عملي عشان توضح الفكرة. شوفوا هالتغيير البسيط. بدل خبز الباجيت الأبيض أو الرز الأبيض، بكل بساطة نختار خبز الطابونة المصنوع من القمح الكامل، أو نستخدم البرغل والفريكة. هذا التغيير مو بس يضيف قيمة غذائية وألياف، الأهم إنه يخلي الواحد يحس بالشبع لفترة أطول بكتير. وهنا نشوف تطبيق القاعدة الرابعة بشكل بصري وواضح جداً. تخيلوا إنه كل طبق رئيسي المفروض يكون شكله كده: نصه بالكامل خضروات وسلطة، وربع واحد منه للبروتين زي السمك أو الدجاج، والربع الأخير للنشويات الكاملة مثل البرغل. هذه هي معادلة الشبع والصحة البسيطة. طيب كلمنا عن القواعد والنظريات، بس كيف شكل هالشي على أرض الواقع؟ كيف ممكن يكون شكل طبقنا التونسي الصحي؟ شوفوا، المطبخ التونسي فعلياً مليان كنوز صحية لو عرفنا نختارها. عنا البرغل والفريكة كبدائل ممتازة للنشويات، العدس والحمص مصادر بروتين نباتي ولا أروع، السمك الطازج، زيت الزيتون البكر، الخضروات المحلية الموسمية، وحتى التمر كمصدر طاقة طبيعي. هذه هي المكونات اللي مفروض تكون أساس أكلنا. وعشان الصورة تكون أوضح وأوضح، هذه أمثلة ليوم كامل من الأكل الصحي على الطريقة التونسية. فطور متوازن يعطي طاقة، غداء مشبع ومليان بروتين وألياف، وعشاء خفيف وسهل الهضم. كلها أكلات تونسية نعرفها ونحبها، بس معدلة بذكاء عشان تكون صحية. بس طبعاً في هذه الرحلة فيه كم خطأ شائع أو فخ ممكن الواحد يطيح فيه بسهولة. خلونا نلقي نظرة سريعة على أهمها وكيف نتجنبها. أول خطأ شائع جداً هو فكرة خلص لازم أقطع الخبز تماماً. هذا التطرف غالباً ما يكون صعب الاستمرار عليه،
ويؤدي للفشل. الحل الأذكى والأسهل هو ببساطة إن نقلل الكمية ونختار النوع الكامل اللي يشبع أكتر. والخطأ الثاني، وهذا كثير ناس يقعون فيه، هو التفكير أن زيت الزيتون صحي فممكن أستخدم منه قد ما أبي. صح، هو من أفضل الدهون الصحية، بس لا ننسى أنه عالي جدا بالسعرات. ملعقة أكل واحدة فيها أكثر من 100 سعرة حرارية. الحل بسيط، نقيس بالملعقة. إذن إيش الخلاصة من كل هذا الكلام؟ نقدر نلخص الفلسفة كلها في هذه المعادلة البسيطة: توازن بين كل مكونات الصحن، جودة في اختيار الأكل، توقيت مناسب للوجبات، وكميات محسوبة. هذا هو مفتاح النجاح. يعني بالنهاية الموضوع ما هو حرمان وتعقيد أو تغيير جذري وكبير. الموضوع كله عبارة عن تعديلات ذكية وبسيطة نقدر نعيش عليها. والسؤال اللي يبقى الحين هو إيش هو أول تغيير صغير وبسيط ممكن نبدأ فيه من اليوم عشان نستمتع بمطبخنا التونسي بطريقة صحية أكثر؟